هاي، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم ميس خلود، والنهارده انا هنوه بس عن حاجه عشان الناس اللي عندي على الشانل تبقوا عارفين الفتره الجايه ممكن تلاقوا ايه على القناه. ممكن يبقى فيه شويه تغيير بسيط فتبقوا فاهمين. طبعا انا بتكلم هنا احنا على قناه فان ايزي انجلش، قناه الانجليش على اليوتيوب. بصوا يا جماعه، احنا دايما متعودين في القناه بنتكلم على الفوكابيلاري والجرامر والستراكشر والايديومز والحاجات دي. بما ان احنا في الدراسه، وانا لقيت ان في طلبه كتير بيسالوني على حاجات، ففتره الدراسه انا هشتغل على برضو فوكابيلاري وجرامر بس اللي له علاقه بمناهج الاعدادي وابتدائي وثانوي عندنا في مصر. طيب هتقولوا لي طب احنا مثلا فينا ناس من دول عربيه مش بندرس الكلام ده. مش مهم، ما هي اللغه كلها عباره عن فوكابيلاري وجرامر، فانا اي كلمه هقولها هتبقى اكيد كلمه لامسه الواقع وكلمه هتستخدموها في حياتكم، فبرضه احفظوها وذاكروها معانا. اي درس جرامر هشرحه، جرامر اللغه كله مرتبط ببعضه، فبرضه ده هتستخدموه. هي الفكره كلها ان انا هبقى بس محدده شويه الدنيا، مش هيبقى مواضيع عامه قوي، هتبقى مواضيع ليها علاقه بالمناهج. وهتلاقوا سلسله على القناه في البلاي ليست هتكون سلسله ال يعني لسه مش عارفه اسميها ايه، بس هي هتبقى سلسله المناهج الدراسيه. انا بدأ او هنبدا باولى ثانوي. اوكي، انا مش دي مبدئيا مش قناه دروس خصوصيه، يعني انا مش هشرح المنهج بالتفصيل، مش هاخد الريدنج اقراه لا، انا مفيش الكلام ده. انا هقرا انا المنهج عندي. اوكي، وهكتب هطلع الفوكابيلاري اللي بيستخدم كتير، يعني الاقي الفوكابيلاري اللي بيعدي عليا في اليونت، الجرامر اللي موجود في اليونت، وهي الحاجات دي اللي هنشرحها. يعني هيبقى فيديو فوكابيلاري، بس الجديد ان هيبقى المعنى انا بقوله بالانجلش وبالعربي وعليه اكزامبل، عشان المعنى اللي بالانجلش هيهمكم للي بيختار تشوز او كومبليت او كده. الى جانب الجرامر، طبعا في حاجات اوريدي مشروحه على القناه، لان الجرامر زي ما قلنا كله مرتبط ببعضه، او في حاجات جديده. فالسلسله دي يا ريت يا جماعه اي حد فيكم اللي يعرف حد في المدارس بيدرس الحاجات دي او يهمه المحتوى ده، يا ريت تبعتوا له الفيديوهات، لان تعملوا شير وتهتموا، لان انتوا هتفيدوا غيركم، الشخص اللي يهمكم ده. ثانيا لو عندكم ولاد هيسهل عليكم كتير في ان انتوا تفهموا حتى وتشرحوا لهم. اوكي، بلس ان هتفيدوا القناه، لان القناه زي ما انتم شايفين الريتش فيها واقع، لان انا بقالي فتره مش بنزل فيديوهات او بنزل فيديوهات قصيره قوي، ده الريتش بتاعها ما بيعليش القناه. فعشان تساعدوني ان انا اكمل، انا ان شاء الله ناويه ان احنا ناخد المناهج كلها بتاعت من ابتدائي اعدادي ثانوي. سنه يمكن هبدا بثانوي وبعد كده اعدادي وبعد كده ابتدائي. يا ريت يا جماعه بليز، طبعا مناهج الوزاره، بس انا مش هشرح زي ما قلنا بالتفاصيل، انا مجرد هشرح فوكابيلاري اللي موجوده في اليونتس او اللي انا وانا بقرا هلاقيها، والجرامر اللي موجود. هو مجرد جايد ليا عشان اشوف انتوا بتدرسوا ايه، هي الفكره في كده. اوكي، وبس كده. واتمنى عشان الموبايل هيفصل شحن فانا هضطر اقفل كده. ما تنسوش بقى لايك وكومنت وشير، واهتموا يا جماعه بليز، القناه هتنفعكم جدا، وكل ما الاقي عليها تفاعل انا ده هيشجعني ان انا اكمل. بس كده، واشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديو الجاي. باي باي.